بطلنا النهارده بيكون سفاح. فضلت عليه معدي باكتساح. لكل عشاق بويكا نزلت لكم الجزء الثالث، باقي الاجزاء في الوصف وفي اول كومنت. قبل ما نبدا الفيلم الجبار لازم تطلع القهوه من على النار وتجيب الفشار. بيبدا الفيلم بالطور ده ما يعرفش يكسب ماتش من غير ما يقتل خصمه. عايز اقول لك ان البغل ده يقابل بويكا في اخر الفيلم. بنشوف بويكا رجع للقتال تاني، بيخش على الصرصار بيعلمه الاجرام وبيفصصه زي الرمان. بعدين بيروح بويكا يتبرع للكنيسة. الأسيس بيقول له أنت لسه بتلعب قتالات غير شرعية؟ بيقول له هل ربنا يكون راضي عنك وأنت عمال تقتل في الناس بدون رحمة؟ سألت نفسك قبل كده إيه شعور مراته؟ طب عياله؟ طب أهله؟ طب أي حد بيحبه؟ ما بيردش عليه. وبيروح يتدرب. مدير الأعمال بيقول له افرح يالا، لقيت لك مباراة هتكسب من وراها دهب. أهم حاجة شرعية. أيوة طبعا شرعية، يلا بينا. بتبدأ مباراة. بويكا بينزل في ضرب فبينفخه بيقع على الارض، بيقوم تاني فبيديله شويه شلاليت بيقع تاني. بويكا بيقول له انصحك ما تقومش، ما بيسمعلوش وبيقوم. بويكا بيتضايق وبيخلص عليه في دقايق. مدير اعماله بيديله فلوس الماتش اللي لعبه وبيكون في منتهى السعاده، ولكن السعاده ما بتستمرش كتير. بيطلع بره بيلاقي خصمه ما بين الحياه والموت. بيفتكر كلام القسيس وبيزعل قوي وما بيعرفش ينام، خايف لا يموت. تاني يوم بيروح لمدير اعماله وبيقول له الواد بتاع امبارح فاق ولا لسه؟ بيقول له مات. بيقول له هو مين اللي مات؟ بيقول له اللي كنت بتلعبه امبارح. هو كان ابن اختك ولا ايه؟ بينصدم وبيقول له هو منين؟ بيقول له من روسيا. طب ليه اهلي ليه اي حد؟ معرفش، بس الشنطه بتاعته هنا. بيفتح الشنطه وبيعرف انه متجوز. بيقول له انا لازم اسافر روسيا. بيقول له انت اتجننت؟ وحلمك والبطوله كل ده عايز تسيبهم وتمشي؟ وبعدين انت مطلوب هناك حيا او ميتا، ولا عايز تقضي بقية عمرك في السجن؟ بيقول له انت مالك؟ انت تضرب لي باسبور وبس بدل ما اضربك انا. بعد كده بنشوف زور بيقول لها البقيه في حياتك. بتقول له يا عم عادي كلنا رايحين، مش قاعدين لها اصلا. طب هاتوا بقى الفلوس اللي عليكم يا ست انت. فلوس مين يا راجل يا ناقص؟ انت ما عندكش دم؟ انا جوزي لسه ميت وانت بتقول لي عايز فلوس؟ على العموم انا هشتغل عندك لحد ما اسدد الفلوس دي. بيقول لها طيب. بعدين مدير اعماله بيجيب له الباسبور. بيقول له هتعرف تعدي بس خد بالك من المشاكل والكمين. بيسافر وبيشوف ألما دي بقى شغاله في صاله الرياضه بتاعت مرحوم جوزها. رجاله زور بيجوا ياخدوها بالعافيه. بعدين الراجل ده بيقول له انت عايز حاجه؟ بيقول له البنت دي شغاله فين؟ بيوصف له المكان. بيروح بيلاقي ماتش ملاكمه البطل المكان بيكسب. بيقول لهم جرايه شويه خرفان، مفيش حد جاي ولا ايه؟ محدش بيعبره. وألما بتشوف بويكا بتقول له جرايه لا انت بتراقبني ولا ايه؟ بيقول لها لا والله مش براقبك ولا حاجه، بس في كلمتين محشورين في زوري انا جيت من اخر الدنيا عشان اقولهم لك. الامن بيقول له تعالى قال عايزينك في كلمه سر بره. بيطلع معاهم وبيقول لهم عايزيني في ايه بقى؟ الراجل ده بيقول لهم عذبوه، فبيأدبهم وبيطلع عين اللي جابتهم. الخروف ده بيقول له اي حركه هريحك على الارض. بيلف لفه جلاش وبياخد منه السلاح وبيريحه وهو على الارض. زور بيسقف له وبيقول له لا جامد لزوز انت هتقاتل معايا. بيقول له انا مش جاي في ده. بيقول له امال انت جاي في ايه؟ انا جاي عشان ألما. بيقول له ألما دي تخصني، ألما دي بتاعتي واللي هيجي عليها هنيجي عليه. بيسيبهم ويمشي. زور بيقول لهم راقبوها رجاله. وتاني يوم الصبح بويكا كان بيتدرب. بيجي له تليفون من مدير اعماله بيقول له الناس كلها في انتظارك وصورك متعلقه في كل مكان. العربيه المفروض هتيجي تاخدك الساعه 10 بالليل. بيقول له بويكا هلعب المباراه دي واجي على طول. وبيقفل في وشه. بيوصل بويكا لبيته بيلاقي ألما مستنياه. بتقول له انا عايز اعرف انت قتلت جوزي قصد ولا من غير قصد؟ بيقول لها انا كنت متحمس عشان المسابقه، ما كنتش شايف جوزك ده عادي، انا كنت شايفه بس حاجز ما بينه وبين حلمي. وبعدين جوزك كان عنيد واتقتل من غير قصد. فبتزعل وبتسيبه وتمشي. وبتبدأ آخر مباراة لبويكا الساعة 9، يعني بيكون فاضل ساعة واحدة بس على ميعاد عربيته. وبيبدأ القتال بين بويكا وإيجار. وإيجار طلع مقاتل قوي جدا وكان بيستهدف نقاط ضعفه اللي هي ظهره وركبته المكسورين. وبيقع بويكا، لكن بويكا بيستخدم رجليه اللي هي مصدر قوته وبيديله الركلة الأخيرة وبيكسب الماتش. بويكا بيكون لما حاجته خلاص ماشي بيجيله زور من وراه بيقول له انت رايح فين؟ بيقول له مسافر واتفاق معاه خلص خلاص وألما بقت حرة. زول بيقول له انت فاهم مين؟ اتفقنا لسه مخلص، لازم تقابل بطل الكازينو. بيقول له امال مين اللي انت حاطه بره ده؟
بيقول له لا ده مش بطل الكازينو، بطل الكازينو كوشمار الطور الجبار، هو ده البطل الحقيقي. لو عايز تمشي امشي، بس ألما مش هتكون حرة، هقطعها بقى اذبحها، المهم اني مش هسيبها. بيتصل بمدير اعماله وبيقول له يلا يا ابن العربيه جاهزه. بيقول له بويكا هخلص الماتش ده وجاي لك، مش هتاخر وهاجي في اخر عربيه. وبيدخل الحلبه من تاني وبيدخل كوشمار وكله بيكون خايف منه. كوشمار ده بقى هو الطول اللي كلمتك عليه في اول الفيلم. بويكا بيكون مقلق منه، بيفضل يضرب فيه، ولكن الطول ده ما بيتأثرش بأي ضربة بيديها له، وهي ضربة واحدة بس بتجيبه على الأرض. بويكا بيكون خلاص هيخسر، ولكن بيشوف ألما مكسورة وزور عمال يضحك، بيتعصب وبيستخدم رجله وبيفضل يزغزغ فيه لحد ما بيموت من الضحك، وبعدين بيرميه بره الحلبة وبتنتهي المباراة لصالح بويكا. ولكن بيغدروا بيه وبيبعتوا له حراس عشان تخلص عليه، بيمسكوه وبينزلوا ضرب فيه بالعصاية وبيموتوه. يموتوا مين؟ وسع عليها. مسك الاول كنسه وداخل على التاني هرسه، وبيطلع عشان ينقذ ألما، بياخد طلقه في كتفه ولا بتأثر فيه، بيضربه بالعصايه ولكن العصايه بتأثر فيه. يجي واحد يقول لي يعني العصايه أثرت في ده والطلقه ما أثرتش في بويكا؟ عشان بويكا بطل الفيلم ما ينفعش يتأثر. المهم بيمسك المسدس وبيتشقلب في الارض وبيطخ اللي فوق، بيطلع بره الكازينو وبيكون هيقتل زور، ولكن زور بيهدده بقتل ألما. ألما بتعض ايده وبيهجم بويكا عليه، بياخد طلقه في بطنه ما بتشغلوش، بيرمي على الارض وهاتك يا ضرب شلاليت وبنيات، وبعدين بيخنقه لحد ما بيخلص عليه. ألما بتقول له لازم نروح المستشفى عشان تتعالج، بيقول لها مش مهم، المهم انت سامحتيني عشان قتلت جوزك. ما بتلحقش ترد عليه والبوكس بيجي ياخده. وبعد 6 شهور ألما بتظهر لبويكا وبتوري له رسومات الأطفال اللي رسموها علشانه، وتقول له شكرا إنك رجعت لي كرامتي وحريتي وأنقذتني من الكلب ده، أنت بجد أثبتت لي إن العالم لسه بخير وأنا سامحتك. بيفرح بويكا لأنه أخيرا مش هيحس بذنب تاني. يوتيوب لا يرجع للقتال تاني يا صديقي، الواد ده عصبني. وما زال برضه بويكا بطل السجن. اخيرا سلسله بويكا خلصت. ده كان الجزء الثالث والاخير، باقي الاجزاء هتلاقوها في الوصف في اول تعليق. ويا ريت تقدروا التعب ده بقى، انا بصور في عز المطره وكمان في عاصفه. فانزل حالا نعمل سبسكرايب. يلا سلام.